السلام عليكم. النهارده هنعمل لكم حلو. هو تحفه فنيه. عيش السرايا. ينفع في العزومات، يكون عندك ناس ضيوف، ومقاديره سهله ان شاء الله، وتبقى بسيطه في متناول الجميع. اول حاجه محتاجين عيش توست. يفضل العيش اللي هو بالحليب. بيتجاب من اي سوبر ماركت او اي مخبز، بس يعني يبقى جودته حلوه. هقطع الحواف بتاع العيش التوست. انا مش عايزه انا عايزه كميه، يعني كل كميه بتكفي على حسب الصينيه اللي انت هتستخدميها. انا الحواف دي انا مش هرميها. انت ممكن تحمصيها وتستخدميها كبقسماط للفراخ. شغل يا جماعه، شغل عالي. العيش السرايا دي حاجه كده فاخره. فياريت يا جماعه ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس. يعني دي احنا بنعمل لكم وصفات متجربه، يعني وصفه متجربه. ممكن احنا ساعات بنعمل وصفات وما بتعجبناش الصراحه، يعني بقول حاجه مش تبقى مستصاغه يعني للناس انها تعملها. محتاجين صينيه. المقاس ده صينيه، المقاس دي صينيه 30 في 40. هنرص فيها العيش التوست. بالمنظر ده يا جماعه زي ما انتم شايفين. هسيب دي دلوقتي على جنب. هدخلها الفرن تتحمص من تحت ومن فوق. يعني ايه؟ هحمصها تحت الشوايه، اما تتحمص اروح قلبها، لازم ينشف كده. شايفين متحمص ازاي؟ تحميصه حلوه بس مش محروق يعني. هنبدا بقى الطبقه الاولى. هنعمل ايه؟ الكراميل بتاع العيش التوست اللي هنسقي بيه العيش التوست. محتاجين كوبايه ونص سكر، ومكعب زبده، معلقه كبيره زبده، وكوبايه ونص ميه. اول حاجه هحط الكوبايه السكر في الحله بتاعتي، وهرفعه على النار، ومش هقلب فيه خالص ولا هاجي جنبه لحد ما الحواف تبدا تلون اللون اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا استخدم معلقه خشب يا جماعه عشان بس ايه ما بتنقلش الحراره. وبعد كده يعني مع التقليب بقى على النار هبدا اما يوصل اللون ده. وخلي بالكم يا جماعه عشان ما يتحرقش، لان لو اتحرق هيمرر. هحط معلقه زبده كبيره واقلبها بالشكل ده. المفروض ده كله على البوتاجاز. تخيلوا نفسكم واقفين على البوتاجاز. هضيف الميه، وبالراحه يا جماعه عشان ايه النار بتبقى طالعه، الدخان طالع بيبقى سخن قوي، عشان ما تلسعوش نفسكم. ما تخافوش لو لقيتوه بدأ كده يبقى بالشكل ده، لكن مع التقليب وعلى النار والتقليب المستمر هتلاقيه بقى صوص خفيف، وهنسقي بيه ان شاء الله التوست حالا. شايفين المنظر بقى؟ هنبدأ نسقي ايه الكراميل بتاعنا. بنسقي اهو يا جماعه. ده اسمه يعتبر اسمه شو اسمه بقى؟ اسمه ايه؟ سيرب كراميل، يعني ايه شربات بس مكرمل شويه. كميه السكر ممكن تبان كبيره، بس هو العيش ده لازم يتسقى كويس، لان انت لو ما سقيتوش هتبقى في حتت ايه ناشفه، ومش لازم يتسقى كل الكميه دي عشان يبقى ايه، يبقى طري معانا. بيبقى طعمها يا جماعه الطبقه اللي دي ما تقلب على طعم مسبوسه كده. ففي ناس هتبان انها كميه سكر كتير. نشوف بقى الطبقه التانية. هنحتاج لتر حليب، وكوبايه قشطه، ونص كوب سكر، واربع معالق نشا. هدوب النشا، هضيفه على اللبن هو والسكر. القشطه مش دلوقتي، هقلب بقى كويس المكونات دي مع اللبن يا جماعه، وارفعه على النار لحد ما يتقل. ابدا اضيف فانيليا، معلقه صغننه فانيليا وعلبه القشطه.
هو يفضل قشطه العلب يا جماعه، مش قشره وش اللبن، لان دي ليها طعم ودي ليها طعم. هسقي بقى الكريمه اللي انا عملتها دي على على العيش، واساوي الطبقه بتاعتي. والتزيين ده بقى اختياري، يعني هو شرايح فستق حلبي كده بتبقى بتنقله في حته تانية، مش متوفر، مش لازم خالص، بس هو مدياله شكله تحفه وطعمه يا جماعه خطير خطير خطير. جربوها وهتدعولي ان شاء الله. واللبن موجود يعني المكونات كلها بسيطه، وان كان على الفستق نستغنى عنه. حبه ورد كده ايه مجفف للتزيين يدي منظر. هنحطها في التلاجة ساعتين او اكتر لحد ما الطبقات تتماسك، تتقطع خرط بقى فظيعة. شايفين منظرها؟ وبألف هنا.